السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هقول لكم ليه مصر اتسمت مصر. عمر حد سأل نفسه السؤال ده؟ لا طبعا، بس انا بقى هقول لكم. طبعا كلنا عارفين ان مصر ربنا ذكرها في القرآن الكريم 5 مرات في اكثر من سورة. السؤال بقى ليه مصر اتسمت مصر؟ فيها اقاويل كتيرة في سبب التسمية، بس اكتر مقولة منتشرة فيهم اللي قالها ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر وأخبارها، وقال إن في يوم من الأيام سيدنا نوح كان عايز حد من أولاده أو أحفاده يجوا يساعدوه في أمر ما كان بيعمله، فالوحيد اللي جه يساعد سيدنا نوح عليه السلام كان حفيده، وكان اسمه مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح. فمصر راح لجده نوح وقال له: يا جدي، أنا الوحيد اللي سمعتك وجيت علشان أساعدك، ادعيلي بقى دعوة حلوة كده يا جدي. فسيدنا نوح عليه السلام فعلا دعا